السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي امان صحة يا رب العالمين. النهارده الفيديو ده انا مجهزه لكم بقالي فترة وعايزة كده انزل بيه، وان شاء الله باذن الله تستفيدوا منه، لانه فعلا كله افكار ومعلومات حلوة جدا جدا عن حالة الضغط. طبعا حالة الضغط دي من الحاجات الاساسية اللي بتوفر وقت ومجهود كبير جدا، وكمان مش هنستخدمها في الاستخدامات التقليدية اللي الناس كلها عارفاها، انها بتسلق اللحمة في تلت ساعة، بتسلق الفرخة في 10 دقايق. لا، احنا هنستخدمها استخدامات اوسع بكتير، وهنتعرف كمان على الاستخدام الصح ليها ومكوناتها وازاي تعرفي انها اصليه من خلال الفيديو ده. يا رب الفيديو يعجبكم ويكون فيه افاده ولو بسيطه بالنسبه لكم. يلا بينا نسمي الله ونبدا. دي حالة الضغط اللي هنتكلم عنها النهارده، وهي حالة ضغط السيف. طبعا غنية عن التعريف لان هي وارد السعودية، وكمان طبعا مشهورة جدا ما شاء الله بكفاءتها وجودتها وكل منتجات السيف، مش حالة الضغط بس. طبعا الحلة دي ستانلس ستيل، كمان 9 لتر الحجم بتاعها، لان في احجام منها كتيرة جدا جدا، كل اسرة بتختار على حسب استهلاكها وعلى حسب عدد افرادها. طبعا هي جايه لي من جروب الندى اهو للادوات المنزلية. طبعا ندى غنية عن التعريف لاني دايما بتعامل معاها وحاجتها ما شاء الله، يعني مفيش خلاف عليها. اول حاجة العلبة بتجيلك طبعا متغلفة كويس جدا، وطبعا معاها كل حاجتها. وتعالوا نتعرف على مكوناتها. اولا قبل ما افتح العلبة هقول لكم الاول هي جواها ايه. جواها الغطا، طبعا الغطا فيه المقبض اللي انتوا شايفينه ده، وجواها الصفارة بتاعتها كمان، والغلق المحكم بتاع الايد مع الغطا هوريه لكم دلوقتي، ويد زيادة تتركب تكون بلاستيك عشان ما تتلسعيش وانتي بتشيلي الحله، وصمام الامان طبعا اللي انتوا عارفينه. تعالوا نسمي الله كده ونفتحها مع بعض. ده رقم مدام ندى، تقدروا تتواصلوا معاها على الواتساب او عن طريق الفيسبوك. طبعا هسيب لكم كل حاجه تخصها في اول تعليق مثبت. اول حاجه بنلاقيها وهي الغطا. الغطا عايزه اقول لكم ما شاء الله تقيل جدا. هو في العاده يعني دايما هتلاقوا حله الضغط الغطا بتاعها هو اتقل ما فيها. تمام كده، دي الحله او الغطا بتاع الحله. وطبعا هنا في صمام الامان ده بيتفك كده بالشكل ده عشان تقدري تنضفي اي حاجه هقول لكم عليها دلوقتي محتاجه تتنضف كل فتره، مش في كل استخدام. وفي حاجات طبعا بتستخدم او بتتنضف بعد كل استخدام. ده كل فتره لازم تفكيه، تتاكدي ان هو ما فيهوش دهون خالص، عشان ده ما يعملكيش انسداد للصمام ولا قدر الله يكون فيه اي خطوره. من هنا ده بقى الصمام او الصفاره اللي انتي بتفكيها وتركبيها مع كل استخدام. تمام كده. بصوا هنا برضو في جزء كده مفتوح على ظهر الغطا من ورا، وده طبعا لازم تتاكدي ان هو برضو نضيف في كل مره بتستخدميها، عن طريق انك بتدخلي خله سنان بس عشان تتاكدي ان هو مش مسدود من الدهون. وده المكان اللي بنقفل منه الغطا على الحل. خلاص، هو طبعا بيتلف مع اتجاه السهم ده كده لحد ما توصلي للغلق التام على الحل. ده بالنسبه للغطا. وطبعا هطلع لكم الصفاره دلوقتي عشان تشيلوها. حاجه كمان في الغطا سريعا، حاولوا ان انتوا المقبض ده ما تشيلوش الحله منها خالص، لان ده للغلق بس. تمام كده، عشان نحافظ عليه قدر المستطاع، ما نفضلش طول الوقت عمالين نشيل الغطا منه نشيل الغطا. هو مش مقبض للرفع، هو مجرد بتقفلوا الحله بالغطا بتاعها عن طريق. طيب تعالوا بقى نسمي الله ونشوف جواها ايه. هطلع لكم جسم الحله طبعا، بس ده الجزء اللي هو اللي فيه كل مكوناتها. هنفتحه مع بعض. بسم الله. طبعا الفيديو ده مش هينزل لكم غير لما اكون جربتها كذا مره، مش مره ولا اتنين. ده المقابض الزياده اللي قلت لكم عليها دي عشان تقدروا تشيلوا منها الحله من غير ما تتلسعوا. تركيبها سهل جدا، عباره عن مسمارين معاها مساميرها كمان هنا، وبتركبيها في الحله عادي جدا. خلاص كده. والمقبض التاني اهو. الحاجه الاخيره وهي الصفاره. عايزه اقول لكم الصفاره تقيله مش خفيفه خالص، تقيله ليها وزن. وطبعا زي ما قلت لكم بتتركب هنا. بسم الله، هنجرب اهو. بتتحط هنا، شايفين وهي بتدخل كبس كده اهو اتركبت. هي لما بتيجي طبعا تشيلي البخار من الحله عشان تفتحي عليها لازم تخلصي الحله من البخار الزياده، فبتقومي برفعها بالشكل ده كده، فالبخار يخرج لك من تحت ومن الخرمين اللي من هنا. تمام، هي كده ركبت، ولازم تبقى بالطريقه السايبه اللي انت شايفاها دي عشان تطلع لك اي بخار زياده من الحله. ده كده بالنسبه
للمقبض بتاعها وللغطا. حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها قبل ما نسيب الغطا من ايدينا، وهو تعرفي منين الحاجه بتاعتك اصليه ولا لا؟ مختوم عليها من هنا بالحفر كلمه السيف، شايفينها؟ مش مجرد كتابه بالورق، لا هي مكتوبه حفر اهو على المعدن نفسه السيف. دي كده اصليه. طيب تعالوا بسم الله كده نشيل الجزء ده ونفتح على الحله نفسها. بسم الله. طبعا تقيله، هنتخلص بس من الحاجات دي عشان نوسع مكان. دي الحله نفسها، هنفكها طبعا من الحاجات اللي فيها ونشوف الحاجات اللي جايه معاها ايه. طبعا معاها الكتيب بتاعها، وكتيب صغير خالص طبعا باللغه العربيه والانجليزي كمان، ومكتوب كل حاجه عن طريقه الاستعمال بتاعتها. تمام. فانتوا حتى لو اول مره تستخدموا حله ضغط هتلاقوها موضوع بمنتهى السهوله، وكمان بيشرح لك كل مكوناتها بالتفصيل اهو. تمام كده. ده كارت الضمان بتاعها، طبعا بيبقى ساري في السعوديه بس لمده 5 سنوات. معانا بقى هنا الاتنين مسامير اللي هيركبوا، وكمان هنا في مسامير تانية. الحاجة كمان اللي عايزة اوريها لكم في الحلة وهي الجزء ده برضو محفور عليها كلمة السيف، عشان ده دليل على ان هي اصلية برضو. وده كل الحاجات اللي عليها. وده شكل الحلة، طبعا تقيلة ستانلس ستيل، توزيع الحرارة بتاعها عالي جدا اهو. تعالوا بقى نشوف الغطا. حاجة اخيرة فيه نسيت اقول لكم عليها، وهي الجوان اللي بيكون داير ما يدور الغطا ده، شايفينه؟ ده مهم جدا، كل فترة لازم تبصي عليه برضو، كل فترة تبصي عليه. لو في تراكم دهون، او لو استخدمتي حاجة مدهننة بزيادة زي الكوارع مثلا، او اي نوع من انواع اللحوم اللي فيها دهون عالية، بصي على الجوان ده، عشان لو داير ما يدور فيه دهون او من تحتيه فيه دهون لازم تتنضف كويس جدا في كل مرة بتستخدميها. حاجة كمان معلش، بصوا في فتحات هنا شايفينها في الحلة، ادي واحد فتحة تانية من هنا، دول برضو لازم تركزي معاهم عشان لو اتسدوا فيهم خطر على الحلة. عايزه اقول لكم الحاجات دي اللي انا بقول لكم عليها معلومات كلها، يعني يبان ان هم معلومات كتير وانك صعب تتعاملي مع الحله ومش عارفه ايه، بس بالتعود عليها خلاص هتحفظي كل حاجه فيها، هتبقى بمنتهى السهوله معاكي. غير كمان لما تجربيها مره واثنين وثلاثه وتلاقيها بتنجزك وبتخلص منك وصفات بتطول معاكي جدا، هتحبيها مش هتعرفي تستغني عنها ابدا. طبعا في ناس بتستخدم حالة الضغط من 20 سنة ومن 25 سنة كمان، ولحد دلوقتي ما شاء الله ما بيقدروا يستغنوا عنها خالص. اكيد هلاقي منهم حد بيتابعني وهيقول لي نفس الكلام ده، لان هي فعلا لا غنى عنها في اي بيت، سواء مرأة عاملة او ربة منزل، بتنجز بطريقة حلوة جدا. تعالوا بقى نبدأ مع بعض كده، لان ان شاء الله هركب المقابض هنا اهو. يا دوب بس هركبهم بمفك بالشكل ده كده، وهتبقى جاهزه معايا، مش محتاجه اي حاجه خالص. وطبعا هغسلها، وتعالوا نبدا نستخدمها اول استخدام. غسلنا الحله وكله زي الفل، حطيتها دلوقتي على النار، وتعالوا نبدا مع بعض دلوقتي في اول وصفه، وان شاء الله هتستفادوا منها جدا. اول حاجه انا نزلت بكميه زيت على النار، واول ما الزيت سخن معايا كده نزلت على طول ببصله متقطعه جوانح. اول بس ما البصله تلون معايا او حتى تدبل شويه هنزل عليها بالملح عشان تدبل اكتر، وكمان هنحط شويه بهارات المصاله بتاعه الفراخ. ممكن تحطي اي نوع توابل بهارات انت عايزاها، بتاعه فراخ تندوري او فراخ مصاله زي اللي انا عملتها كده، هتديكي طعم حلو قوي. حطيت كمان فصين من الثوم المتقطعين شرايح يتحمروا مع بعض كده مع البصل. وبعد كده هننزل بالفراخ. الاكله دي هنعمل فيها فراخ تندوري او فراخ متبله تتبيله حلوه جدا معاها الرز بتاعها. هنشوف الطريقه سهله ازاي وكلها في نفس الحله. هتديكي فراخ متحمره مش محتاجه تدخل الفرن، وكمان مستويه سوا ممتاز جدا، لا هي مهريه ولا هي نيه، والرز كمان هيطلع معاكي مفلفل وزي الفل. تعالوا بقى نحط الفراخ كده، وطبعا لازم الحراره تبقى عاليه الاول وتحمري الفراخ بتاعتك. انا كده لحد دلوقتي بتعامل مع الحله على انها حله عاديه جدا، لسه ما حطيناش حله الضغط او ما حطيناش غطا الضغط عشان يضغط البخار اللي جواها.
خلاص. فهي بتديكي نتيجه حلوه جدا، لان هي طبعا من الاستانلس والقاعده بتاعتها سميكه وبتوزع الحراره بمنتهى الامان، لان هي فيها كمان جزء من الالومنيوم في القاعده بتاعتها، فده بيوزع الحراره على الحله كلها افضل. اول ما حسيت ان الفراخ اخدت لون حلو من جميع الجهات، هبدا بقى ان انا ازود لها شويه من القرفه بساط جدا جدا. طبعا دي حاجه اختياريه، كل التوابل اللي انا قلت لكم عليها دي مش شرط ابدا تلتزموا بيها، انا بتكلم على التكنيك بتاع التسويه عامل ازاي. ادي الفراخ بتاعتك اللون الممتاز عشان انت ما تضطريش تدخليها الفرن بعد كده. خدتوا بالكم ازاي؟ بعد كده نزلت بكوبايتين من الميه المغليه، ولازم تكون مغليه عشان ندخل في السوا على طول ما ياخدش وقت. فالهدف من الحله ان انت بتنجزي كل اكله انت نفسك تعمليها، ولكن بمعدل نص الوقت اللي بتستخدميه في الحله العاديه، يمكن اقل من نص الوقت كمان. فحطي الميه بتاعتك مغليه، انا حطيت كوبايتين اهو، واول ما بتبدا تغلي معايا بتبداي تغطي الحله بتاعتك كده. بقى احنا هنبدا نضغط البخار بتاعها من جوه. ثبتنا الغطا بالشكل الصحيح بتاعه، ونبدأ بقى نقفل الصمام اللي فوق ده. بتقفليه بنفس اتجاه السهم كويس جدا لحد ما تتأكدي ان هي قفلت، مفيش خلاص منفذ للفتح، يعني قفلت تمام تمام. خلاص كده. دلوقتي الصمام اللي قدامي ده اللي هو بيطلع البخار لازم يكون بيطلع بخار قدامك، يعني بمجرد ما الميه جوه بتغلي او المكونات عموما بتغلي، بتبدا الصفاره دي تطلع لك صوت صفاره هواء، يعني في هواء بيعدي منها، وبالتالي هي كده بتبدا تغلي. فتبداي توطي النار اول ما تسمعي صوت الصفاره. بتنقليها على عين وسط، ما هياش عاليه ولا هي هاديه خالص، لازم العين بتاعتك تبقى وسط جدا وتبقى مناسبه لحجم الحله. ما تبقاش العين اكبر من الحله ولا صغيره جدا جدا، تبقى في النص بالظبط القطر بتاع الحله. سيبيها بقى بالظبط قد ايه في الفراخ. انا قعدت معايا بالظبط سبتها ربع ساعه، ربع ساعه بالظبط. لازم تبقي واقفه لها او ظابطه منبهك او الارم في جنبك، بحيث ان انت تبقي منتبهه لها، لان حاله الضغط طبعا لو سبتي فيها الحاجه زياده عن وقتها الحاجه بتستوي بزياده. فطبعا على حسب انت بتحبي سوى الاكل عامل ازاي، ممكن تخليها تستوى لحد ما الفرخه العظم بتاعها يبقى في ايدك واللحم بيقع من عليها، فزي ما انت عايزه. انا كنت دلوقتي كمان نقعه كوبايتين من الرز البسمتي في ميه عاديه جدا في الوقت اللي كانت الفرخه بتستوي فيه، الربع ساعه بالظبط. وابتديت دلوقتي ان انا افضي الهواء بعد ما طفيت النار خالص، افضي الهواء بقى من الحله بتاعتي عن طريق الصمام اللي في ايديا ده. اول ما ابتدي اسمع ان مفيش بخار طالع، الصفاره خلاص اختفت من جنبي، ببدا افتح الغطا بمنتهى الامان. مفيش اسهل من كده والله. الحله فعلا سهله، هي بس الناس بتخاف منها معرفش ليه، لكن هي في الاول ممكن تبقي خايفه، لكن بعد كده والله الخوف ده والرهبه بتضيع تماما. بصوا بقى الفراخ مستويه بالمظبوط، ربع ساعه في الحله خليتها مستويه، ولا هي مهريه ولا هي نيه. عايزاها تبقى مهريه واللحم دايب كده او بتاكلي اطفال، ممكن تسيبيها اكتر من كده زي ما انت عايزه. البرقه بقى اللي اتبقت تحت دي طبعا مش هنتخلص منها خالص، دي هي دي اللي احنا هنسوي فيها الرز. حطيت لها شويه ملح عشان يتبل بيها الرز بتاعنا يبقى مالح، ونزلت بكوبايتين الرز اللي احنا نقعينهم بعد ما صفيناهم من ميتهم. تمام كده. اول ما الحله بتاعتي برضو بتغلي، بنسمع الصفاره ان هي بتغلي، فبتطلع صوت صفاره كده. اول ما بتسمعي صوت الصفاره واضح، ابدأي هدي النار، سيبيها وسطيه زي ما اتفقنا. طيب دلوقتي في حد ادنى وحد اقصى لملو الحله بتاعه الضغط، عشان ما ينفعش يعني تحطي فيها اكل اقل من المعدل المسموح ولا تزودي عن المعدل المسموح. طب ايه هو الحد الادنى للحله؟ تلتها ده تقدري تحسبيه كده من الحله 9 لتر، يعني 3 لتر تبقى اقل كميه تقدري تحطي فيها مكونات جوه الحله 9 لتر. طيب ايه اقصى كميه ممكن احطها في الحله 9 لتر؟ هي ال6 لتر، يعني فينا 6 لتر ده بالظبط لحد كده بدايه المقابض بتاعه الحله. شايفين المقابض البلاستيك دي بدايتها من تحت كده، هي دي اقصى كميه تقدري تحطي فيها سوائل واكل جوه الحله عشان ما تزوديش عن الحد المسموح. او لو من جوه من خلال المسامير بتاعه المقابض، شايفين المسامير اللي من جوه دي اكلك تحطيه لحد المسامير، ما تزوديش عن كده عشان يبقى فيه مساحه البخار يتضغط فيها. خلاص كده اتفقنا. الرز بقى ما اخدش غير 10 دقايق بالظبط، يعني مجرد ما سمعت صوت الصفاره هديت النار ظبطت 10 دقايق. فدايما الناس بتسالني امتى الوقت اللي نحسبه، من امتى؟ من اول ما نقفل الغطا ولا من سماع الصفاره؟ لا، من سماع الصفاره، من بدايه غليان المكونات، مش مجرد ما حطيت الحله على النار ابدا احسب، لا، تحسبي من بدايه الضغط، من بدايه ما انت حطيتي صمام الضغط وابتدت تضغط الهواء من جوه. تحسبي بقى الوقت بتاعك نص ساعه للحوم، ربع ساعه للفراخ، 10 دقايق للرز والمحشي، والكوارع برضو ساعه الا ربع،
ولو عندك بقى حاجات شديده شويه، لحمه جملي، عندك لحمه عجوزه شويه، عشان حاله الضغط بصراحه بتسوي اي نوع من انواع اللحوم، بتخليها دايبه. فالحاجات القاسيه شويه في التسويه ممكن تسيبيها ساعه كمان عشان تضمني انها دايبه ومستويه. شايفين بقى الفراخ عامله ازاي؟ الرز طالع مفلفل بطريقه مش طبيعيه، والله العظيم الاكله كلها كده ما خدتش غير تلت ساعه تقريبا، او بالكتير نص ساعه بالتحضيرات. فهي ما شاء الله يعني الحله منجزه جدا، بالذات لو انت راجعه من الشغل تقدري تعلقي عليها وانت لسه راجعه من الشغل بلبسك كده، على ما تغيري بقى وتشوفي اولادك وبتاع تكون الاكل استوى. تعالوا بقى ندخل على حاجه تانية، وهي الفول المدمس. الفول المدمس طبعا مشهور جدا ان هو بيتعمل في حاله الضغط. طب احنا عايزين نعمله باسهل طريقه. انا هنا جايبه كيلو الا ربع من الفول، نقعاه بقاله 6 ساعات في الميه. خلاص كده شايفين حجمه ما شاء الله نافش جدا. على فكره الفول ده مستورد مش بلدي، فالفول المستورد انتوا عارفين بتبقى حبته اصغر وغامقه شويه، سواء بقى بلدي سواء مستورد الحله بتنجز اي حاجه. حاطه كميه ميه مناسبه جدا على النار، غلت كويس قوي معايا، نزلت بالفول. شايفين الميه اخرها فين؟ اخرها عند المسامير اللي انا بشاور لكم عليها. طب انا عشان زياده الامان هقلل كميه الميه اللي انا حطاها، عشان انا مش عايزه البخار اللي طالع يطلع لي بميه، فانا هقلل كميه الميه اللي انا مستخدماها عشان بس ابقى برضو في الامان. فهمتوا ازاي؟ حلة الضغط والله ما في اسهل منها، نعرف بس تعليماتها وطريقة الاستخدام هتريحنا جدا، وهتبقى صديقتك الصدوقة في المطبخ. بمجرد بقى ما الفول غلى معايا كده على النار، خلاص كده هنبدأ نغطي ونضغط. نبدأ نحسب قد ايه. انا حطيت الفول لمدة ساعة. حسبت الساعة من امتى؟ من بداية ما حطيت صمام الامان. قفلت الحلة بتاعتي كويس جدا جدا، تقومي حاطه الصمام بتاعك ونسيها. اول ما تبدا الصفاره تصفر معاكي هتنقليها على عين وسط، وتخليها النار من تحتيها وسطيه، وابعدي عنها بقى، سيبيها واطلعي بره المطبخ، ما تشغليش نفسك بيها خالص. اهم حاجه التايمر بتاعك شغال، انت عارفه قد ايه بداتي التسويه وهتنهيها امتى. شايفين انا نقلتها على عين وسط اهو، وهسيبها بقى الساعه الكامله بتاعتها عشان انا عايزه الفول يطلع دايب. عايزه اقول لكم على حاجه، الفول بالذات عشان احنا حاطين كميه كبيره، ما تشيليش الصمام مره واحده، هيطلع معاكي بميه زي ما انتوا شايفين كده. وامان ليكي وامان للمطبخ عشان ما يتلاقيش ميه كتير طالعه. ممكن تسيبي الحله تهدى على نفسها خالص بعد ما تطفي النار، سيبيها تهدى على نفسها خالص خالص خالص. انا مش بفضل حركه ان احنا ناخد الحله نحطها تحت الحنفيه الميه الساقعه، مش بحب كده ابدا، دي مش من عوامل الامان ابدا. لكن انت تقدري تسيبيها تهدى على نفسها خالص ونسيها، هتفضل معاكي بدون ما تجازفي ولا تفتحي صمام لو انت بتخافي من البخار والكلام ده. شايفين الصمام هنا لازم يتغسل، خدتوا بالكم ازاي؟ لازم يتغسل. في الحاجات اللي هي بتحسي ان هي فعلا بدات يطولها الاكل او الدهون بتاعتها لازم تغسليها. انا فتحت الغطا بعد ما البخار خلص من الصفاره. شايفين الفول عامل ازاي؟ انا في ميه على فكره، بس هو شارب جزء كبير منها، لكن من تحت في ميه اهو. هبدا بقى دلوقتي اوريكم السوا عامل ازاي. انا وانا بقلب بيتهرس، لو خدتوا بالكم وانا بقلب بيتهرس معايا كويس قوي، ومش قادره اقول لكم يعني تسويته مظبوطه ازاي. اهو ههرسه كده بمعلقه، بظهر معلقه بس عشان تشوفوا الحبايه. يعني مش محتاجه بقى تهرسيه بشوكه ولا اي حاجه من دي، انت مجرد ما هتقلبي بس هتلاقيه خلاص هو الفول بقى معاكي زي الزبده. انا بصراحه بحب اشيل الفول بتاعي كل فتره، كل ما بيخلص مني لازم ادمس. وكمان ما بحبش بقى اكله بقشره، بحب جدا ان انا افرمه كده، ده بيخليه ناعم. بدل ما تنقليه على الخلاط بالهاند بلندر في نفس الحله، وعلى فكره الهاند بلندر ده من نفس جروب الندى، فالحاجه بصراحه عندها ما شاء الله يعني ممتازه. فضربته كده بالشكل ده لحد ما اتهرس معايا خالص، وابتديت بقى ان انا اكيسه بعد ما برد تماما. حطي بقى في اكياس تلاجة، في الفريزر بتطلعي بالكيس على حسب استخدامك وعدد افرادك. بس كده، ده كان الفول. وعلى فكره انا ما حطيتش مع الفول اي اضافات خالص اثناء التدميس، عشان اوريكم في النهايه انت لو حطيتي او ما حطيتيش الفول بيطلع معاكي ممتاز. مش محتاجه اي عوامل مساعده في تدميس الفول، ولا تحطي عدس ولا رز ولا غله ولا طماطم ولا صلصه ولا ليمون ولا بيكربوناتو والكركم والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي كلها. بابسط الطرق اهو اتدمس معاكي الفول. تعالوا بقى نشوف هنا هنعمل ايه. هنعمل طبعا اصعب حاجه بتقابل اي ست مصريه، هي الكوارع. في ناس ممكن تسيبها 6 ساعات 9 ساعات وبتشتكي انها ما بتستويش. احنا هنعملها النهارده في ساعه بالظبط، او ساعه الا ربع كمان معاكي، هتطلع معاكي ممتازه. بس انا ساعه الا ربع بتخليها تستوي، ولكن ساعه بالظبط بتخليها دايبه بمعنى الكلمه، ما بتقعدش على العظم. يعني هتشوفوا دلوقتي اول ما حطيتها في النار وشكلها وانا بفتح عليها في جزء كده مقسوم 2 اهو في الكوره،
اللي هو في الضوفر ده، وانا بفتح كده وبدوب بقلب هتلاقوها اتقسمت نصين من التسويه. فانا بحب اشوح الكوارع بتاعتي الاول في معلقه سمنه، وبنزل عليها ببصل وجزر طبعا، والبهارات اللي انت عايزاها، ورق لورا، حبهان، كل الكلام الحلو ده شوحيها كويس جدا بس تاخد تشويحه عشان الزفاره بتاعتها تقل. وبتحطي بقى البهارات بتاعتك اللي انت عايزاها. اهم حاجه في الكوارع الميه السخنه، ما تحطيش ابدا على كوارع ميه بارده ابدا، سواء هي في نص التسويه سواء في بدايه التسويه، ما تحطيش ميه بارده. ولا على اي لحوم بتستوى الميه السخنه هي افضل حل، وتديكي سوى اسرع من الميه البارده بكتير. انا حطيت لها هنا ميه سخنه بس هزود الكميه تاني عشان انا عايزاها تبقى متغطيه والشوربه تبقى يعني واخده حقها كده. انتوا عارفين شوربه الكوارع بتبقى دسمه ازاي، فبنزودها شويه. وبعد كده بغطي النار على طول الحله، بحط الغطا بتاعها عشان نبدا نحسب الوقت من بدايه قفل الغطا. انا بخلي الصمام قدامكم من هنا عشان تبقوا شايفين كل حاجه، وتبداي بقى تقفلي الغطا بتاعك وتحكمي الغلق بتاعه كويس جدا. بس انا حسبت ساعه واحده بالظبط، هتحطيها الساعه واحده هتقفلي الساعه 2 وهكذا. خلصي الحله من البخار بتاعها كله، وابتدي بقى ان انت تفتحي عليها الغطا. ما تحاوليش تفتحي الحله والبخار متصاعد كده عشان امان ليكي اكتر. بس خلاص انا كده فتحتها. تعالوا بقى نشوفها من جوه عامله ازاي. بصوا مفيش ملامح للحمه، اللحمه بتاعت الكوارع دايبه واقعه من على العظم. يعني بص انا ماليش في اكل الكوارع خالص، بس انا بشرح لكم التسويه بتاعتها عامله ازاي. واللي بيحبها بقى وبيحب الكوارع المخليه بالذات يعمل عليها فته ياكلها بالشوربه. هي مخليه مش مستحمله ان هي اصلا تتمسك، يعني انا نقلتها وغرفتها بالعافيه. بصوا العظم اللحم بيقع من عليها بمنتهى السهوله. الشوربه كمان بصوا اتركزت لان انا سبتها ساعه زي ما قلت لكم، بتطلع معاكم حاجه كده مظبوطه جدا جدا جدا. تعالوا بقى نشوف فكرة تانية، وهي ان احنا هنعمل شوربة المواسير. ناس كتير ممكن ما تكونش عارفاها، بس الناس القديمة اكيد عارفاها كويس. شوربة المواسير دي بتبقى مواسير او عظم من عند الجزار، عظم عادي جدا، وده بيكون ارخص حاجة موجودة عند الجزار، ولكن الشوربة بتاعته بتبقى مفيدة جدا جدا، بالذات لمرضى الغضروف او لمرضى الروماتويد او الروماتيزم، الناس اللي عندها مشاكل كتير من العظم والحركة والحاجات دي. اول حاجة انا حطاها هنا مية بتغلي على النار، حاطه فيها بصل وجزر وتوم وكل البهارات اللي انت عايزاها. مجرد ما الميه بتغلي معاكي هحط المواسير. ده شكل المواسير اللي كانت عندي، بصراحه ما هياش كميه كبيره، ولكن هتطلع معايا شوربه في منتهى الجمال. دي بقى بتستخدميها في كل انواع الاكل، هتحطيها على باميه، هتحطيها على محشي، هتسقي بيها رز، هتحطيها في اي نوع من انواع الخضار عشان تديله دسامه، او ما عندكيش لحمه عايزه تطبخي على شوربه هتستخدمي شوربه المواسير دي. دي بقى بتحتفظي بيها في الفريزر، تاخدي منها كده كميات صغيره بحيث ان انت تبقي مقسماها تاخديها على اي نوع من انواع الطبيخ. ممتازه جدا جدا جدا. قفلت عليها بمجرد ما غليت وسبتها بصراحه 6 ساعات. شوربه العظم او المواسير بتتساب في حله الضغط اقل حاجه 6 ساعات، لكن لو في حله عاديه مش حله ضغط فاهم حاجه تسيبيها من 12 ساعه ل 16 ساعه. دي اكتر حاجه بتاخد وقت معاكي. يعني حله الضغط اديكوا شايفين منجزه ازاي، لكن المواسير بتتعامل معامله تانية خالص عشان تاخدي كل مستخلص العظم اللي فيها، لانه مفيد جدا جدا جدا. خلاص كده، فانا سبتها 6 ساعات بالظبط وابتديت افتح عليها. انا سبتها تهدى مع نفسها على فكره، وابتديت افتح. هطلع بقى العظم. بصوا برضو كل النخاع اللي جوه العظم او اي حاجه من الحاجات اللي على العظم من بره، بصوا بتقع كده من عليها وقعه. بصوا من جوه كمان المواسير اللي احنا بنقعد نخبط بيها كده عشان نجيب اللي جواها، هي اصلا واقعه من جواها، ويعني جوه الشوربه كده. هبدا دلوقتي اصفي الشوربه. طبعا الشوربه دي دسمه جدا جدا، فطبعا يعني تقدري تشيلي الدسامه بتاعتها بعد ما تشيليها في التلاجة. خدي الدسم بتاعها من على وش الشوربه واستخدمي الشوربه بقى زي ما انت عايزه كده، خليه تتدسم. في وصفات كتيره جدا لا تعد ولا تحصى، يعني خليها عندك في البيت كنز كده، بديل كمان للمرقه اللي احنا بنشتريها المكعبات والكلام
يعني شوفي انت بتستخدمي مكعبات المرقه الجاهزه دي في اكلات ايه، وتقدري بالظبط تبدليها بمكعبات من الشوربه المجمده بتاعه المواسير. يعني حطيها بقى في قوالب تلج، حطيها في اكياس تخزين بتاعه الفريزر بكميات صغيره كده، بحيث كل طبخه يبقى ليها جزء صغير. تنفعك جدا جدا جدا. انا طبعا بصفيها من الجزر والبهارات والحاجات دي كلها، لكن الدهون بتاعتها بتفضل فيها. فبمجرد ما تبرد وتاخد درجه حراره المطبخ دخليها التلاجة تمسك نفسها، الدهون من بره هتلاقيها اتجمدت، وانزعيها بالراحه كده بالمعلقه وتلاقي الشوربه خلاص بقت خاليه الدسم. طب انا دلوقتي بقى عايزه استخدم الحله يوميا. انا لا هعمل كوارع كل يوم، ولا هعمل شوربه مواسير كل يوم، ولا هدمس فول كل يوم. انا عايزه استخدمها كل يوم في الطبخ العادي خالص. تعالوا بقى نستخدمها دلوقتي استخدام لا غنى عنه يوميا تقريبا. هتعملي بسله، هتعملي جزر، هتعملي قلقاس، اي نوع من انواع الطبيخ، كوسه، بطاطس. هنحط دلوقتي زيت او سمنه على النار، واول ما تسخن معاكي تنزلي باللحمه بتاعتك. خلاص كده. اول فراخ هتسوي الخضار بتاعك بلحوم او بفراخ بنفس الخطوات بالظبط. نزلت بالفراخ بتاعتي او باللحمه، تاخد تشويحه بس في السمنه او في الماده الدهنيه على كل الجوانب بتاعتها لحد ما تاخد لون كويس. عايزه اقول لكم كمان ان الميزه في حاله الضغط ان انت تقدري تستخدمي اللحمه بتاعتك مجمده من الفريزر على طول من غير ما تفكيها، او تكون فكه جاهزه زي ما انا استخدمتها. في الحالتين حاله الضغط بتسوي اللحوم المجمده واللحوم الطازه او اللي هي فكه من تجميدها. فعشان كده هي منجزه جدا. حتى لو نسيتي تطلعي اكلك من بدري، او حد جالك في عزومه فجائيه او الكلام ده كله، تقدري تسوي الحاجه وانتي قاعده كده في المطبخ. مش بتاخد وقت خالص. المهم شوحي اللحمه بتاعتك حتى لو هي متجمده من كل الجهات مع شويه توم. انا ما بحطش في الباميه بصل. خلاص كده. ونزلت بقرن فلفل واحد بس، مش هفتحه ولا اي حاجه، بس بيدي نكهه حلوه. وبعد ما اللحمه اتشوحت معايا كويس نزلت بالباميه. الباميه برضو او البسله او اي كان الخضار اللي تستخدميه تقدري تستخدميه متجمد على فكره، مش شرط ابدا يكون فاكك من تجميده. نزلت بكميه الصلصه اللي انا هعمل بيها الغدا. خلاص كده. كله ني في ني، كله اتشوح، يعني مفيش حاجه استوت خالص. اللحمه متشوحه، الباميه اتشوحت، والصلصه حطيتها بالشكل ده لحد ما تبدا تغلي. طبعا عشان دي حله ضغط ما هياش حله عاديه بنطبخ فيها، لازم ازود كميه السوائل شويه لحد الحد الادنى بتاع الحله، وهو تلت الحله. خلاص كده. تلت الحله بالظبط. حطيت الميه السخنه بتاعتي وهسيبها تغلي كويس جدا. واول ما اسمع الصفاره ههدي النار وسط زي ما اتفقنا. حسبت وقت قد ايه؟ نص ساعه بالظبط لتسويه الخضار واللحمه. عايزه بقى تسيبيها لحد ما تتهرى معاكي خالص. على فكره النص ساعه دي بتديكي نفس التسويه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، اللي هي بتبقى اللحمه دايبه، الخضار دايب، مش مستحمل تحطي فيه شوكه. فما شاء الله ما شاء الله تسويتها تحفه جدا جدا، ما بتاخدش وقت منك ابدا. فانت لو مستعجله وما حضرتيش غدا، في نص ساعه بالظبط على ما تعملي الرز في حله جانبيه هيكون اصلا الخضار واللحمه استووا قبليها. التزموا بكل التعليمات اللي انا قلت لكم عليها. والله العظيم حاله الضغط لا بتخوف ولا فيها اي شيء مرعب ابدا ابدا ابدا. اهم حاجه نلتزم بالتعليمات بتاعه استخدامها، كل حله على حسب حجمها. ويا رب يكون الفيديو كان فيه افاده ولو بسيطه، وفيه توضيح كده للاستخدام، واكون جرأتكم شويه على استخدام حلتكم. ولو طبعا حابين تطلبوا الحله من الندى جروب، هي عندها ما شاء الله احجام كتيره على حسب افراد اسرتك، وهي هتساعدك في اختيار الحجم المناسب. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. ما تنسونيش من صالح دعائكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. مع الف سلامه حبايب قلبي.